السلام عليكم شباب. ارتفاع صاروخي في ترتيب المنتخب الجزائري خويا الغالي في وسط الفيفا. بسم الله ما شاء الله، ارتفاع مليكين خويا الغالي في المرتبه. يا من نحكيو احنا شبابنا على المرتبه معناها 34 عالمين، اصبح في المرتبه 30 عالمين. بسم الله ما شاء الله. المعلم المنتخب الجزائري بعد ما كان فيه 1517 نقطه اصبح فيه 1546 نقطه، زاد معناها في ثلاثه مباريات اللي ربحهم قدام السودان وقدام بوركينا فاسو وقدام غينيا الاستوائيه. واخويا غالي فاز يا معلم ب 28 نقطه فاصل 33، معناها ارتفاع باربع مراكز، ويصبح خويا غالي في المرتبه الثالثه افريقيا بعد منتخب المغرب ومنتخب السنغال. خويا غالي بسم الله ما شاء الله. وياتي قلنا بعده مباشره منتخب النيجيري والفرق النقاط ب10 نقاط. خويا غالي بسم الله ما شاء الله، حاجه ما انها كانت تفرحني كخويا كجمهور ومحب للمنتخب الجزائري. بالحق حاجه باهيه على الاخر بعد فوزه قلنا خويا قدام السودان ممتاز بثلاثيه، وبعد قلنا فوزه قدام بوركينا فاسو، بعد فوزه قدام غينيا زاد شباب. دونك ارتفاع ممتاز على الاخر من المرتبه 34 الى مرتبه 30. سي ديجا قلنا نحكيو على فيديو على خويا حظوظ المنتخب الجزائري قدام الكونغو، قداش باش يربح خويا من نقاط وقداش باش يخسر من مرتبه ونقاط اذا كان خسر قدام الكونغو، وقداش خويا غالي باش يفوز من نقطه من مرتبه اذا كان فاز على الكونغو. خاصه خويا غالي للكونغو راهو طايره تيران خويا غالي في وسط ترتيب الفيفا. سيدي جا قلنا باش نمشيو لكم شباب. الكونغو ديمقراطية خويا الغالي سيدي جا طايرة ايران من المرتبة 56 عالميا، اصبحت خويا الغالي في المرتبة 47 عالميا، وطارت بتسعة مراتب معناها في ترتيب الفيفا. خلي عاد اذا كان فازت على المنتخب الجزائري باش يصبح الامر معقد على الاخر بالنسبة للمنتخب الجزائري، وعادي جدا يرجع للترتيب 34. شباب راهو قلنا نحكيو راهو على منتخب معناها قوي برشا، منتخب خرج منتخب نيجيريا وخرج منتخب الكاميرون من تصفية كأس العالم. خويا الغالي هذاك اللي ان شاء الله باش نحكيو عليه، نعرف مقدمه لكن ياسر طويله، لكن خويا غالي ذكر مش مقدمه، ذكر بالعكس في صلب الفيديو. دونك خويا غالي فقط شكون كلمتين، حط اللايك والسبسكرايب، وشكرا للاشخاص اللي لاهين يتابعوا فيا وحاطين التفاعل على القناه اللي هو تفعيل زر الجرس، على خاطر كل تلقى في مشكله في وسط الفيديو سواء كان صوت او صوره شباب يمنعوني يقولوا لي عليها بالوقت في وسط الكومنتس. دونك شكرا لكم يا شبابنا على اللي يساعدوا فيا على كل فيديو، شكرا لكم. ابدا فيهم من الانستغرام حتلكش لليوتيوب. شكرا لكم شباب. حاسين خويا نعودوا الى المنتخب الجزائري اللي خويا ارتفع القيمه التسويقيه نتاعو من معلم، اصبحت معناها بعد خويا غالقنا ملي كان في المرتبه 34 عالميا، نحكيو على المرتبه اللي بعد مصر نحكيو على المرتبه الرابعه افريقيا، اصبح خويا الغالي في المرتبه الثالثه افريقيا، والمرتبه يا معلم نحكيو على الثالثه افريقيا. حاجه باهيه على الاخر. فقط شباب راهو المنتخب الجزائري اذا كان باش يفوز على المنتخب الكونغو ديمقراطيه راهو باش يطير طيران خويا غالي في وسط تصنيف الفيفا. وقول شيخ كيفاش عرفت هذايا، كيفاش شفت هذايا خويا غالي؟ تطلب تشاهدوا معنا الكالكولينغ خويا غالي قلنا نتاع الفيفا نتاع المباريات، خاطر مش كيما تلعب مباراه خويا غالي في وسط تصنيف الفيفا معناها في الدوري المجموعات، مش كيما تلعب خويا غالي قلنا مباراه في وسط دوري المجموعات، مش كيما تلعب زاد مباراتنا في وسط كوب دو موند، مش كيما تلعب مباراتنا في وسط موديه، مش كيما تلعب مباراه خويا غالي قلنا بعد دور المجموعات في كاس افريقيا. دور مجموعات نقاط، ودور بعد الدور ثمن النهائي وربع النهائي حاجه، وثمن النهائي حاجه، والنصف النهائي حاجه، والنهائي حاجه اخرى خويا غالي. خاطر شباب دونك هذيك نشوفوا المنتخب الجزائري خويا غالي اللي كان فاز على المنتخب الكونغو ديمقراطيه باش ينال 14 نقطه خويا غالي ويحسبهم من المنتخب الكونغو ديمقراطيه، ويصبح لديه 1560 نقطه خويا الغالي. وقتها باش يصبح في المرتبه خويا الغالي نحكيو على 1560 في المرتبه النورمالمون سبقنا مرتبه 27 عالميا مكان منتخب كندا. وقتها شبقنا يرتفع من المرتبه خويا الغالي ال 34 الى مرتبه 27، معناه يزيد حكايه 7 مراتب كاملين. معناها نحكيو على منتخب من 34 الى 27 فقط في فوزه قدام الكونغو، معناها حاجه باهيه على الاخر وحاجه تفرح على الاخر. اوهو لحظه بركه، هذايا فقط اذا كان الفوز تعرفوا وين ولا في 90 دقيقه فقط شباب، معناها مش في ضربات الحظ او ضربات الجزاء، على خاطر في ضربات الجزاء فيهم نقاط اخرين اليوم قلنا باش يعطيهم 6 نقاط خويا الغالي ياخذوهم من عند الكونغو الديمقراطيه ويفوز بهم المنتخب الجزائري اذا كان فاز المنتخب الجزائري بضربات الحظ بضربات الجزاء قصدي شباب. هذاك التعادل مش باش يكون موجود تعادل جمله شباب. دونك خويا الغالي ولكن هونيك اذا كان خسر المنتخب الجزائري وللاسف باش يتقسم له من نقاطه 11 نقطه خويا غالي اذا كان خسر بضربات
ضربات الجزاء، راهو 11 نقطة يرجعوه في مراتب التالي خويا الغالي. دونك هذا ما يهمش، خاطر إذا كان خسر خويا الغالي في الوسط المعركة معناها في 90 دقيقة وخسر قدام منتخب كونغو الديمقراطية باش يختصر منه 20 نقطة خويا الغالي من المنتخب الجزائري، وقتها باش يصبح في وسط المرتبة معناها بعد 20 نقطة. دونك يرجع خويا غالي، حكيت معناها 1526 وقتها يصبح خويا غالي في المرتبه، يرجع في المرتبه 34 عالميا، معناها بريسك معناها عباره ما ملحت شيء، 33 34 عالميا، عباره عن انه يا اما زاد والا زاد مرتبه او حتى نقص مرتبه عادي جدا، حتى بيسكو المنتخبات تطلع وتهبط في وسط المراتب. دونك تلقاه يا اما طاح 35 او 34 او 33 اذا كان خسر قدام منتخب الكونغو الديمقراطيه. دونك خويا الغالي بالطبيعه معناها بالنسبه للجمهور اللي تسال على الفيديو نتاع شنو الكونغو اللي تحكي على المنتخب الجزائري، شنو نقاط ضعف المنتخب الجزائري، كيفاش المنتخب الجزائري ينجم يفوز على المنتخب الكونغو الديمقراطيه بسهوله تامه. ان شاء الله باش يكون عندنا فيديو اون بلوس باش يكون عندنا فيديو ان شاء الله على افضل تشكيله لمقاومه دفاع ووسط وهجوم المنتخب الكونغو الديمقراطيه، على خاطر تحبوا تكره الكونغو الديمقراطيه في اخر بريود طور بشكل كبير. معلم راهو فاز على الكاميرون في تصفيه كاس العالم. انا نحكيو على انه قلنا طاح فاس قلنا باش سيبون شكون باش يمشي قلنا للملحق الكاس العالم، كاميرون طاحت مع كونغو فاز على الكاميرون، بعد شكون نلقي في الفاينل نيجيريا، فاز على نيجيريا وتاهل الى ملحق كاس العالم. انا باش نفهم انتم الشباب قوه المنتخب هذايا، ولا يعادل مع المنتخب السنغالي بسم الله ما شاء الله ويضرب بوتسوانا ب3-0 ورغم الرأفة. معناها شباب منتخب تطور كثيرا في آخر السنين، بالحق منتخب يحسب له ألف حساب، بالحق يلعب كرة على الظهر، يلعب خويا غالي برابيديتي، عنده صلابة بدنية قوية برشا، لكن بالطبيعة عنده نقاط ضعف. بالطبيعة باش نحكيو عليه قلنا في فيديوهات قادمة. بالطبيعة الفيديوهات القادمة أنا بتنجم توصلوا لهم إلا بتفعيل زر الجرس واللايك بالطبيعة، خاطر أنا باش يطلع فيديو بتاعنا أكثر جمهور، والسبسكرايب على خاطر شاركونا بالحق دعمكم وتفاعلكم معايا، خاصة نحكي على الجمهور الجزائري تفاعلوا معايا غير عادي. إذا كان أخطأت في حاجة في معلومة يصحح حالي وشكرا لكم، إذا كان خويا غالي صار خلل في وسط الفيديو يصلحوا لي شكرا لكم. لكن الآن شباب باش نعطيكم المعلومات اللي من نجمش يمكن حتى قنوات الجزائرية خاصة أنا تعطيها لكم اللي هي قناة معلومات على الكونغو، وخاصة شباب باش تكون عندنا برشا معلومات. دونك فقط نستنى منك انك انت تدعمني باللايك والسبسكرايب، حاجة فري جراتويتمون مش باش تكون بالفلوس بالطبيعة، فقط خويا غالي اني نجتهد ونسعى خاطر انت حطيت اللايك والسبسكرايب واجتهدت معايا. شكرا لكم. راو فقط لانك لمحة عامة على القناة، راو احنا هون هيك فقط رانا عيلة، ماناش راو قنا نبيعوا ولا نشيروا مع بعضنا، فقط نحب نكون عيلة في اليوتيوب نجتمعوا على رأي واحد، وراني سيديجا مانيش باش نرفض حتى كومنتير، ومانيش باش نحاول نرد لو ماكسيموم على الكومنتات نتاعكم. وخويا الغالي على الانستغرام نجم تلقوني، نجم نجاوب الناس كلها باذن الله تعالى، واللي قادر على انه باش يساعدني في وسط المعلومات يحط لي في وسط الكومنتس على اي معلومه تنجم تفيدني على مستقبل المنتخب الجزائري. دونك اللايك والسبسكرايب، وان شاء الله ملتقينا في فيديو التشكيله وقوه المنتخب الكونغو وضعف منتخب الكونغو في وسط فيديو جديد. دونك لايك وسبسكرايب وشكرا لكم.